أحمد الكويتي أحد أبناء محافظة الأحساء يقوم بالعمل كمرشد سياحي للتعريف بالمواقع السياحية والتاريخية بالمحافظة، حيث حصل على أول ترخيص كمرشد سياحي بلغة الإشارة في المملكة. المزيد في سياق التقرير التالي. لطالما كانت محافظة الأحساء نقطة جذب سياحي يزورها ملايين السياح سنويا، ما أدى إلى زيادة عدد المرشدين السياحيين. كان أحمد الكويتي واحدا منهم، إذ برع في الإرشاد السياحي بلغة الإشارة. طبعا أنا قبل ما أكون مرشد سياحي أساسا كنت معلم في معهد الأمل فئة الصم، وطبعا لما بدأت المنظومة السياحية في المملكة قبل 2011 تم ترشيحي ضمن المرشدين السياحيين، فبذلك طبعا أصبحت كأول مرشد سياحي مرخص بلغة الإشارة في المملكة العربية السعودية. من الطبيعي الإحساء وجهة سياحية مطلوبة لجميع السواح العالم، ومن ضمن هذه الفئات طبعا اللي هو فئة ذوي الإعاقة، فئة الصم، ومن حقهم علينا أن يكون في مرشد متخصص لهم يشرح لهم عن هذه المواقع وعن تاريخ هذه البلد. بالرغم من أن وجود مرشد سياحي مختص في لغة الإشارة من الخطى المهمة التي ساهمت في دعم ملفات الوصول الشامل للمعاقين، إلا أنها مهمة تواجهها عدة تحديات. تعدد اللغات وأيضا اللهجات في لغة الإشارة. طبعا كما أن اللغة المنطوقة لها لغات ولهجات مختلفة مثلها لغة الإشارة. أيضا من التحديات طبعا اللي هو الأعداد الكبيرة اللي يأتي فيها الصم، معروفين أن الصم يأتون دفعات كبيرة، فهذا يصعب علينا شوي اللي هو شرح المواقع السياحية والسيطرة على مجموعة كبيرة. المواقف الطريفة اللي حصلت لي طبعا قبل كم سنة كنت أشرح المجموعة من الصم والله كبيرة كان فيها من دول الخليج والدول العربية، وبعد ما خلصنا الشرح الموقع جاني أحد الصم وقال لي ترى مو كلهم يفهمون إشاراتك، فأنا أضطر أني أشرح لهم بعد ما أتخلص. فمثلا يعني حتى تعرفون أنها لغات ولهجات، فمثلا كلمة هوم في الإنجليزي هوم عندنا إشارة بيت بهذا الشكل. أحمد الكويتي يسعى من خلال عمله كمرشد سياحي للمساهمة في التعريف بالعمق الحضاري والتاريخي للأحساء. محمد المحسن، الإخبارية، الأحساء.